السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد من قناه ميكس. في الفيديو ده ان شاء الله نتكلم عن اخر الاخبار الرياضيه، وعندنا 3 اخبار مهمين جدا ان شاء الله نتكلم عنهم في الفيديو ده. اول خبر للاسف ان تم احاله احمد فتوح لاعب نادي الزمالك في قضيه دهس المواطن احمد السيد احمد اللي هو امين شرطه وعنده 54 سنه. تم احالته الى محكمه الجنايات بتهم كتيره جدا، ولما نتكلم بالتفصيل في الموضوع ده بالفعل هتلاقي يعني حاجات كتير جدا بالفعل يعني صعبه جدا في احمد فتوح. الله يكون في عونه، في موقف صعب جدا. وعلى فكره احمد فتوح غلطان جدا، يعني يكفيه عذاب ضميره انه يعني بالاهمال وبالسرعه الزايده وبوجود مخدر الحشيش في دمه يعني تسبب في قتل شخص برضه عن طريق الخطا. فيعني اتمنى كمان اداره الزمالك بتحاول تتواصل مع اهل المتوفى عشان يوصلوا الى يعني ترضيه، او ممكن نقول ان هم يدفعوا ديه كويسه لاهل المتوفى. فان شاء الله الموضوع ينتهي على كده. انا عن نفسي اتمنى ان الموضوع ينتهي على كده، وهقول لحضراتكم بالتفصيل انا رايي ليه كده. ففتوح في ازمه صعبه جدا جدا وبتهدد مسيرته كلاعب كره قدم. برضو تاني خبر هنتكلم عنه ان خلاص يعني بالفعل رسميا تم احتراف لاعب النادي الاهلي المدافع محمد عبد المنعم الى نادي نيس الفرنسي. بصراحه المقابل المادي اللي حصل عليه النادي الاهلي انا شايفه انه قليل جدا جدا، وكمان نسبه اعاده البيع اللي هي 10%. لو نيس يعني باع محمد عبد المنعم بصراحه انا شايف ان هي برضو نسبه قليله جدا جدا، ولكن يعني خلاص الصفقه تمت بالفعل. فيعني ده هنتكلم عنه بالتفصيل برضو. واخر خبر نتكلم عنه انه يعني في قضيه اللاعب الراحل احمد رفعت الله يرحمه، يعني تم استدعاء نادر شوقي اللي هو اصلا يعني كان وكيل اللاعب احمد رفعت قبل وفاته. وطبعا نادر شوقي اصلا وكيل اكتر من لاعب ويعني مشهور في المجال ده كوكيل للاعبين. تم استدعائه هو وعبد الظاهر السقا اللي هو المدير الرياضي او مدير الكوره في نادي مودرن سبورت اللي كان بيلعب فيه احمد رفعت، وتم يعني الاستماع الى اقوالهم، وبعد كده يعني ايه تم اطلاق سراحهم او يعني خلاص مشوهم في من سرايا النيابه. فالنيابه دلوقتي بتجمع بعض المعلومات عن ملابسات قضيه احمد رفعت. احنا عارفين طبعا ان يعني الرئيس اصلا نفسه يعني امر بان الموضوع ده يتم التحقيق فيه. وعلى فكره الرئيس مش عشان لاعب كوره، ولكن القضيه على فكره بتاعت احمد رفعت تتعدى كونها قضيه لاعب مات. يعني هو اصلا طلع وقال ان هو في بعض الناس ظلموه والقهر خلاه ممكن يعني قلبه يتوقف وبعد كده يتسبب في وفاته. ولكن بالنسبه للموضوع ان في حاجه تخص القوات المسلحه في الموضوع، ان ازاي لاعب على ذمه القوات المسلحه يطلع له تصريح يروح دوله ثانيه ويقيم فيها، والتصريح كان المفروض انه هيقعد سنه. فطبعا الموضوع فيه لعبه، فعايزين يشوفوا اصلا مين اللي عمل كده. وطبعا احنا عارفين طبعا يعني ايه بالنسبه لحد يكون في سن التجنيد ويتم سفره وكده، فالموضوع هم عايزين يعرفوا مين اللي عمل المشكله دي. فيعني الموضوع بيتعدى كونه لاعب كره توفى وقال ان انا ظلمت. فطبعا ما فيش دليل واضح على الظلم، ولكن هم عايزين يحققوا يشوفوا مين اللي خرجه بتصريح اصلا يعني وكمان تصريح يخص القوات المسلحه او الجيش. فطبعا الموضوع ده اللي خلى الرئيس نفسه يقول لك احنا عايزين نشوف مين المتسبب في كده. فاول خبر معانا ان للاسف احمد فتوح يعني تم احالته للنيابه العامه والمحضر رسمي، ولما تقراه بتحس ان احمد فتوح بالفعل عمل حاجه صعبه جدا. فالله يرحم المتوفي، وربنا برضه يكون في عون احمد رفعت في الازمه الكبيره جدا اللي هو فيها، وبرضه ربنا يعني يطلعه منها على خير باقل الخسائر. ليه؟ لان احمد فتوح برغم اخطائه الكتيره جدا جدا جدا، واللي تحليل انها مش اول مره يعني يعمل الخطا ده، لان ربنا لما وقعك في دقيقه زي كده دي ما بتكونش يعني اول مره. يعني الواحد لما ربنا بيفضل يديلك بعض يعني ايه الارصاد ولما تتمادى بتلاقي يعني ايه الموضوع بيقلب عليك جدا. فده يقول لك ان احمد فتوح يعني مش اول مره يتعاطى الحشيش او يعمل حاجات غلط. فالله اعلم، انا الله اعلم، ولكن انا بقول تحليلي من خلال خبرتي في الحياه. فلما تقرا يعني المحضر اللي تم احالته فتوح عن طريقه الى النيابه، يقول لك ان احمد فتوح كان سايق يعني لما صدم الراجل ده اهم حاجه وجعت لي قلبي. لما صدم الراجل الله يرحمه، الراجل عنده 54 سنه، لما صدمه يعني شده السرعه وقوه الصدام خلت ان احشاء الراجل احشائه يعني تنتشر على جانبي الطريق، وكمان جزء من احشائه يدخل داخل عربيه احمد رفعت نفسه. يعني الموضوع يوجع القلب، ولكن الله يرحمه. وطبعا كمان احمد رفعت على فكره بيواجه اكتر من تهمه. اول حاجه انه لقوا التحليل، يعني عملوا تحليل لقوا ان التحليل دمه كان فيه الحشيش، فهو اصلا يعني متعاطي الحشيش. دي اول جريمه. يعني انت لو حد وقفك كده ولقيت متعاطي ماده مخدره دي في الاخر قضيه لوحدها.
ما بالك انه اصلا متعاطي حشيش كمان وسايق. فطبعا بقول لك دي جريمه ثانيه، ازاي تسوق وانت تحت تاثير المخدر. ثالث حاجه انه اصلا لقوا معاه حشيش نفسه، اصلا في حوزته حشيش، ده كله مكتوب في محضر رسمي. لقوا في حوزته حشيش، معاه حشيش برضه داخل السياره، او يعني ما اعرفش لقوا الحشيش ازاي بقى فين. ثالث حاجه برضه انه بيسوق بسرعه جنونيه. يعني طبعا الطريق الساحلي ده اللي بيودي على الساحل، اللي انا اعرفه ان فيه طريق رئيسي ده سرعته 100 كيلو، وفي طرق على الطريق الرئيسي في منه طرق بتتفرع كده بتدخل على القرى السياحيه الموجوده في الساحل الشمالي. فكل يعني طريق من الطرق الفرعيه اللي بتودي على القرى السرعه فيها 60 كيلو. فمعرفش والله الاصطدام، يعني تقريبا الاصطدام طلع يعني حصل على الطريق السريع اللي سرعته اصلا 100 كيلو. فبيقول لك ان احمد رفعت كان بيسوق سرعه هائله لدرجه انه لما صدم الراجل يعني احشائه تناثرت على جانبي الطريق، وكمان دخلت بعض الاحشاء في سياره اللاعب احمد رفعت. صعب، شيء صعب جدا. فعموما ان احنا عايزين نقول ان احمد رفعت بيواجه اكثر من تهمه: القتل الخطا ودي اهمهم، ويعني السواقه بسرعه جنونيه تتعدى السرعه المقرره، مما ادى الى يعني بطريقه ينجم عنها الخطر، مما ادى الى يعني قتل المواطن بالخطا. وكمان الحاجه الثانيه انه سايق وهو تحت تاثير مخدر، وكمان انه عنده المخدر اصلا في ايده. فطبعا حاجات كتيره جدا. ولكن على الجانب الاخر طبعا انا عايز اقول لك على حاجه على فكره: ممكن اي حد يعني لو يعني ربنا يستر على كل الناس، لو تعرض للسجن لسنه سنتين ثلاثه ممكن يرجع لعمله تاني. لكن بالنسبه للاعب الكوره ما اعتقدش انه احمد فتوح لو صدر عليه يعني حكم خلاص يبقى كاريره كلاعب كوره انتهى تماما. فبنقول ربنا يستر على فتوح ويطلع من الموضوع ده باقل خسائر ويكفيه عذاب ضميره. لان احنا لما نقول لك ان احمد فتوح بيقول لك يعني ان هو اصلا يعني طول الوقت الحادثه بتتكرر في دماغه قدام عينه وبيصرخ ويعني زعلان جدا من الموضوع ده، فضميره بيأنبه. وتاني حاجه ان هو تسبب في قتل شخص. على فكره موضوع العربيات بالفعل، والله انا مره كنت بالفعل هصدم واحده ست ولكن هي غلطانه مليون في الميه. يعني على فكره برضه والله احنا ممكن موضوع احمد رفعت ده ناخد منه اكتر من يعني درس في حياتنا. اول حاجه وانت بتعدي الطريق خلي بالك، انت ماشي على رجلك وطريق سريع لازم تخلي بالك وتكون مأمن نفسك، تكون يعني اقرب عربيه بعيده جدا عنك، وكمان ما تبصش على عربيه واحده، ممكن انت تبص على العربيه دي يكون في وراها عربيه، ولو طريق رايح جاي بقى خلي بالك اكتر. تاني حاجه برضو وانت سايق بقى برضو خلي بالك انك تكون مأمن نفسك، لان ممكن ناس بالفعل سرحان وهموم الدنيا، ممكن واحد ما يقدرش مسافه صح او ما يبصش كويس فيرمي نفسه في الطريق، فانت حاول تتفاداه بقدر الامكان. الحاجه الثالثه برضو الاهم، انا يعني بالنسبه لاحمد فتوح اكتر من حد يعني احنا شفنا ان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق كان قال ان احمد فتوح يا جماعه بيشرب حشيش. فاكيد يعني الكلام ده مش من فراغ. وكمان لاعب تاني قال انا نبهتك يا فتوح انك ما تروحش الشقه. طبعا كل الكلام ده غلط، يعني اللاعب ده اللي قال هو فتوح في وسط الازمه المفروض ما كانش قال كده، ولكن قال له انا نبهتك وكلمتك انك ما تروحش الشقه الفلانيه دي، فالشقه دي المعينه ممكن الله اعلم بيروح يتعاطى فيها ولا بيروح يعمل ايه. فده يقول لك ان احمد فتوح ربنا ستره. يعني دايما احنا يعني برضو من خبرتي في الحياه، واكيد يعني حضراتكم تعرفوا كده، ان لما يكون في عقاب من ربنا كبير بتلاقي الواحد ربنا اداله يعني مره قرصه ودن صغيره قرصه ودن صغيره. لما الواحد يتمادى وما يتعظش من الازمات الصغيره ده بيخليه في الاخر بيقع في مشكله كبيره زي اللي فيها فتوح، يعني قد تؤدي الى ان مستقبل الرياضي ينتهي وفيه عذاب ضميره. فانا شايف ان اللي بتعمله اداره نادي الزمالك صح دلوقتي، انهم بينقذوا ما يمكن انقاذه، ان هم بيحاولوا يتواصلوا مع اهل المتوفي الله يرحمه، انهم يعني يدفعوا ديه كويسه عشان بس يتنازلوا عن يعني حقهم في قضيه القتل الخطا. بصوا يا جماعه، ممكن ناس يقول لك لا احنا ما نقبلش والراجل لازم يتحاسب، لازم يتحاسب. ولكن اقول لك على حاجه، لو حطينا نفسنا في يعني موضع الناس اللي يعني ربنا يساعدهم على هم في اهل المتوفى، اول حاجه دول اول حاجه على فكره انت ممكن ما تنزلش تدفع الديه. طبعا موجوده في الدين على فكره، الديه موجوده في الدين، يعني ما حدش يقدر يتكلم في كده. فانا عايز اقول ان المتوفي راجل من الشعب عادي، يعني راجل بسيط، امين شرطه اكيد، يعني راجل مش مقتدر ماديا قوي، واكيد والله ما اعرف هو متزوج ولا عنده اولاد ولا ايه ظروفه العائليه، فاكيد اهله محتاجين الفلوس دي. لو خدوا يعني ترضيه كويسه مثلا 5-6 مليون ولا حاجه من احمد فتوح يدفعهم ك يعني حق دية الراجل. تاني حاجه انت ممكن ما ترضاش تقول انا مثلا حد يعني الواحد لو في يعني في موقف اهل المتوفى يقول لك انا ولا فلوس الدنيا كلها يعني تعوضنا عن كده. ده ممكن واحد يتشبث بالراي ده لو اللي قتل ده كان قاصد يقتل،
كان قاصد، لكن بالفعل احمد فتوح اكيد اول مره يشوف الراجل ده وما لحقش يشوفه، يعني اول مره تقابله سبحان الله، مهما كان واحد كان فيه ان احمد فتوح تسبب في قتله بالخطا. فممكن ده يقول لك ان الناس يعني المفروض يعني ياخدوا مبلغ كويس يعني ينتفعوا بيه، طالما ان القاتل قتل بالخطا وما يقصدش، والدية يعني موجوده في الدين. فانا اتمنى ان ده يحصل عشان يعني يتم انقاذ مسيره احمد فتوح، وبرضه ياخدوا الناس مبلغ كويس كده يعينهم على الحياه، ربنا يعينهم اصلا على المصاب الاليم ده. ولكن انا شايف ان السيناريو ده يا ريت يا رب يعني يتم ان يكون الطرفين طلعوا باقل الخسائر، لان اهل المتوفي الراجل توفاه الله يرحمه، لا يمكن يرجع للحياه من مره اخرى. واللي قتله ما يقصدش اصلا، مش متربص له او ما بينهم عداوه قبل كده، فممكن عايز تتشافى فيه تشوفه مثلا بياخد اقصى عقوبه. وطبعا ده في الاخر قتل خطا برضه عقوبته قليله على فكره، مش مثلا مش اعدام ولا سنين كتيره في السجن، ده قتل خطا يعني. تمام. فطبعا انا شايف ان يا رب ان يعني اهل المتوفي ربنا يعني يديهم الصواب او للراي اللي فيه يعني خير ليهم، ويوافقوا على الديه، ياخدوا ديه محترمه. واحمد فتوح يعني ايه يتم يعني التنازل عن قضيه مهمه جدا. ولكن احمد فتوح برضه ما زال امامه قضايا ثانيه، حتى لو اهل المتوفي تنازلوا عن حقهم في القتل الخطا. اول حاجه ان هو اصلا سايق وهو تحت تاثير المخدر، واصلا كان معاه المخدر موجود في حيازه المخدر اصلا حشيش برضه، وكمان يعني انه ساق بسرعه جنونيه تعدت يعني السرعه المسموح بها في الطريق ده. فربنا يعني يطلع احمد فتوح على خير، واداره الزمالك بالفعل بتتواصل مع اهل المجني عليه عن طريق محامين كتير جدا، فهنشوف بقى اللي احسن باذن الله. تاني خبر معانا هي ان محمد نعم بالفعل تم اعلان احترافه رسميا وانتقاله الى نادي نيس الفرنسي بمبلغ 4 مليون يورو. وانا شايف المبلغ ده قليل جدا على امكانيات عبد المنعم بصراحه. 4 مليون يورو يعني بنشوف ارقام خياليه في اللعيبه، ممكن بتكون الكواليتي بتاعتهم اقل، ولكن يعني ممكن ان هو مثلا جاي من خارج اوروبا، فممكن يكون انتقاله كده. وكمان الاهلي وصل مع نيس انه هياخد 10% من قيمه انتقال محمد عبد المنعم في المستقبل. لو انتقل من نيس الى اي نادي، الاهلي هيكون له 10% من قيمه الصفقه. وده اللي مزعلني انا. ليه بقى؟ لان يعني محمد عبد المنعم انا متوقع جدا باذن الله انه هيتالق جدا في نادي نيس. ليه بقى؟ انه نادي نيس اصلا لو بصيت عليه على الورق هتلاقي بالفعل هو النادي الاهلي اقوى منه اصلا، فمحمد عبد المنعم اصلا بيلعب في نادي اقوى من نادي نيس. كمان الدوري الفرنسي مش دوري قوي جدا، فانا متوقع ان محمد عبد المنعم ان شاء الله هيلعب اساسي في الفريق ده، وكمان هيتالق. ففي يعني فرصه كبيره جدا ان محمد عبد المنعم يعني يتم بيعه لانديه داخل اوروبا، مثلا في الدوري الانجليزي والاسباني بمبلغ ضخم. فالاهلي كان نفسي انه يزود، على فكره الاهلي حاول يزود نسبه اعاده البيع دي من 10% ل 25، ولكن يعني ما يدروش، وامام اصرار عبد المنعم انه عايز يعني يحترف، فيعني ممكن يكون يعني ده اللي الاهلي قدر يحصل عليه. فطبعا زي ما قلنا ان قيمه الصفقه هتكون 4 مليون يورو، وهيتم دفع 75% منهم خلال اسبوع، وال 25% او الربع الاخير من المبلغ يعني هيتم دفعه على يعني في وقت متاخر. وكمان زي ما قلنا هيحصل الاهلي على 10% من اعاده محمد عبد المنعم لو تم بيعه لاي نادي خارج نادي نيس. الخبر الثالث والاخير اللي انا عايز اقوله انه على فكره بالنسبه لعبد المنعم، والله انا شايف ان عبد المنعم غلطان انه احترف السنه دي. يعني عبد المنعم لو كان صبر السنه، لانه على فكره هو الراجل عايز يسوق نفسه وعايز يبتدي رحلته في اوروبا، ولكن النادي الاهلي السنه اللي جايه عنده كاس العالم للانديه، وده برده يعني منافسات هتستمر ممكن في حدود الشهر. فمحمد عبد المنعم برده هيكون محتك مع انديه كبيره جدا وكل الناس هتشوفه، فممكن كان يكون له فرصه. وكمان طبعا الاهلي عنده بطولات كتير جدا زي دوري ابطال افريقيا، ويعني اكتر من بطوله، والانتركونتيننتال بتاعت الانديه برضه، والسوبر الافريقي، وكذا بطوله ممكن محمد عبد المنعم كان يظهر فيها بشكل يعني برضه مش هيقل عن ظهوره في الدوري الفرنسي اللي هو دوري اوروبي في الاخر. ولكن انا بتحافظ على الدوري الفرنسي، شايفه دوري ضعيف جدا جدا، ودوري البطل الاوحد اللي مسيطر فيه البي اس جي او باريس سان جيرمان على كل النواحي. فانا كنت شايف ان محمد لو كان صبر سنه مع النادي الاهلي كان ممكن بالفعل يعني يكون المردود احسن من كده بكتير. دي حاجه. اخر خبر معانا انه يعني تم استدعاء، طبعا احنا عارفين كلنا قضيه اللاعب الراحل الله يرحمه احمد رفعت، لاعب نادي موديل سبورت ومنتخب مصر. تم استدعاء طبعا نادر شوقي اللي هو كان وكيل اللاعب، وطبعا نادر شوقي اصلا وكيل لاعبين مشهور جدا، يعني هو كان وكيل اكتر من لاعب، فكان هو وكيل احمد رفعت قبل وفاته. وكمان برضه تم استدعاء عبد الظاهر السقا اللي هو كان المدير الرياضي او مدير الكره في نادي موديل سبورت، وتم استدعائهم للنيابه وسمعوا اقوالهم. بعد كده طبعا تم اطلاق سراحهم.
فطبعا كان في توجيهات اصلا من الرئيس انه يتم يعني تقصي الحقائق او التحقيق في القضيه دي في ملابسات قضيه احمد رفعت. وعلى فكره الموضوع اصلا مش بس لاعب كره مات وقال ان انا اتظلمت، ما في ناس كتير جدا بتقول اتظلمت طالما مش حاجه رسميه او حاجه يعني حد ظلمك بيها مين هيحقق لك، ولكن بيحققوا ليه بقى؟ يعني ده تحليل شخصي ان الموضوع فيه حاجه تخص القوات المسلحه، تخص الجيش، لانه احمد رفعت الله يرحمه لما سافر ب يعني طريقه ملتويه ما بتسمحش بها القوات المسلحه اصلا لما سافر احترف في الامارات. فهم عايزين يعرفوا مين اللي عمل زور، وده على فكره اللي خلت احمد رفعت الله يرحمه يعني هو قال انا حسيت بالقهر ان الموضوع كان الناس وعدتني ان الموضوع اللي انا مسافر بيه اللي هو اصلا مش قانوني تمام. يعني قالوا لي كذا مره ان الموضوع ده سليم ومفيش مشكله منه، ولكن بالفعل اتضح ان في مشكله منه، وفي الاخر الراجل يعني يعتبر تاثر نفسيا كتير جدا، ويعني تم اعتباره متهرب من الخدمه العسكريه. فهم عايزين يحققوا عشان يعرفوا مين اللي طلع التقرير ده، وازاي لاعب اصلا او شخص اصلا مواطن على قوه التمهيد يتم سفره بالطريقه دي وهو على قوه التمهيد. فده اخر خبر معانا، وان شاء الله نشوف بقى المتسبب فيه. فطبعا هم بيحاولوا يسمعوا ناس يعني خاصين بالقضيه دي واحد ورا واحد لغايه لما يوصلوا للمتسبب الحقيقي في الازمه دي اللي حصلت. وربنا يرحم احمد رفعت، وان شاء الله لو في حد يعني متسبب في اي خطا زي كده ان شاء الله يتحاسب. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.